قطاع غزة مساحته الجغرافية 365 كيلومتراً مربعاً، وسكانه فوق 2,400,000. هذا القطاع محاصر من إسرائيل منذ نحو 16 عاماً، فيها مفارقات كثيرة، منها قصة رفح ومعبر رفح. فما هي؟ تسيطر إسرائيل عملياً على سواحل قطاع غزة ومجاله الجوي، وهو محاط ب6 معابر، 5 مع إسرائيل وسادس وهو معبر رفح متصل مع مصر، وهو منفذ السكان الوحيد نحو الخارج. المعبر يبعد عن القاهرة 370 كيلومتراً، يسمح بعبور الأفراد ويدار من مصر وحماس. بالمناسبة، هو لم يكن المنفذ الوحيد للخارج، فقد امتلكت غزة مطاراً عام 1998، عمل ل3 سنوات وتوقف بعد أن دمرته إسرائيل بالكامل عام 2002. بالعودة لمعبر رفح، كما قلنا، يدار بشراكة بين سلطة حماس في غزة ومصر، وهو يعكس أيضاً نموذجاً عن مدينة رفح، فهي أيضاً لها نسختان، واحدة فلسطينية وأخرى مصرية يفصلهما المعبر. الفصل بين المدينتين حصل عام 1982 مع توقيع معاهدة كامب ديفيد وانسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء، حيث صارت هناك رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وبين الجانبين عائلات وأقارب وصلات وثيقة جدا وثقافات متشابهة. اليوم تعود القصة مجددا إلى رفح، فالمشهد هناك مختلف، حيث مئات العالقين الباحثين عن طوق نجاة من حرب غزة، لكن المخاوف المصرية تتركز حول مخططات قديمة جديدة حاولت إسرائيل وفق القاهرة تعزيزها، تهدف لتهجير جديد للفلسطينيين من غزة إلى الجنوب بحثاً عن إمكانية توطينهم في سيناء. البعض قال إنها محاولة لعمل قطاعي غزة، واحد فلسطيني وآخر في مصر، وهو ما تراه مصر مستحيلاً، وقالت مراراً إنها لن تسمح بحدوثه إطلاقاً. حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.